تعالى اقول لك لو انت بيجي لك بانيك اتاك كتير تعمل ايه. معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. البانيك اتاك ده اللي هو بيكون اسمه بالعربي نوبه الهلع، والاعراض بتاعته بمنتهى البساطه ضربات قلب بتكون سريعه جدا 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 جدا، تحس انت زي ما تكون روحك كده بتطلع مش عارف تاخد نفسك، تقل جامد قوي كده على الصدر زي ما يكون في حجر كده محطوط عليك، تلاقي كده جسمك كله عمال بيتنفض، رعشه شديده جدا فيك. لما تحس بقى بالاعراض دي تعمل ايه؟ اول حاجه سيب اي حاجه في ايدك، اي حاجه في ايدك بتشتغل سيب الشغل دلوقتي، معلش سايق اركن، بنعمل حاجه في المطبخ معلش نسيب الحاجه اللي احنا بنعملها، اي حاجه انا بعملها في اللحظه دي اسيبها خالص، اقعد في نفس المكان اللي انا فيه. يعني لو انا سايق هركن على جنب وهفضل قاعد كده في العربيه، لو انا بعمل حاجه في المطبخ او بعمل حاجه في الشغل او بعمل حاجه في البيت هسيب كل ده وهقعد في نفس المكان اللي انا فيه. ده لو انا طالع على السلم هقعد على السلم واحاول كده ان انا اهدى خالص، عارفه ان الموضوع مش هيبقى سهل، بالراحه خالص بمنتهى الهدوء احاول ان انا اتنفس بالراحه 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 خالص، واكون هادي خالص منتهى الهدوء. مجرد كده بقى ما جسمك يبدا يهدى او جسمك يبدا يهدى وتبص كده او تبص تلاقي ان الاعراض دي بدات ان هي تقل، تلاقي كده بدا ضربات قلبك تهدى، تلاقي جسمك النفضه والرعشه اللي فيه دي بدات تهدى والدنيا بدات تبقى كويسه. ادور على حد جنبي يساعدني ان انا اقعد على السرير وارتاح، او ان انا اروح البيت، او ان انا مثلا حد يجيبني من الطريق لو انا مثلا في عربيه او في مواصلات في الشارع. كل ما ضربت نفسك ان انت تمارس الاسترخاء يوميا، الاسترخاء بالتنفس، وان انت تحاول تتنفس بالراحه بهدوء خالص، هتبقى اقل عرضه ان انت يجيلك بانيك اتاك. واخر حاجه هقولها لك، محدش بيموت من نوبه الهلع، محدش بيموت منها، والدليل على كده انت بتتفرج عليا دلوقتي او انت بتتفرجي عليا دلوقتي والدنيا تمام. نتعلم ان احنا ازاي نعرف نحافظ على هدوء جسمنا، ان احنا ازاي نحافظ على هدوء نفسنا، بالتدريج هنلاقي البانيك ده بدا ان هو يقل. ولو عملتوا كل الحاجات دي وبرده البانيك ما بيقلش، ما تترددوش ولو لثانيه واحده ان احنا نلجا للعلاج النفسي. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.